تعالوا نعمل النهاردة مع بعض فراخ مشوية في الاير فراير بتتبيلة حلوة جدا. شايفين طبعا لونها عامل ازاي وبتسوية ممتازة. طبعا لو ما فيش اير فراير هتعمليها بنفس الطريقة في فرن البوتاجاز عادي جدا. يلا نصلي على الحبيب المصطفى وندخل نشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنجهز تتبيله الفراخ. هجيب الكبه معايا هنا، بصلايه متقطعه مكعبات، طماطمايه متقطعه مكعبات، فصين من الثوم، واحده فلفل كوبي متقطع مكعبات. احط كل ده في الكبه او في الخلاط وهفرمهم ناعم جدا يعني بالشكل دوت. اتفرمت معايا ناعم جدا زي ما انتم شايفين. معايا بقى البهارات اللي انا هحطها في الفراخ. معايا توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، زعتر، بابريكا، كزبره، فلفل اسمر وملح، ورشه بسيطه من الجنزبيل. طبعا من كل حاجه ربع معلقه او نص معلقه صغيره حسب كميه الفراخ اللي انت عاملاها. هضيفها معايا في الكبه وبعدين هفرم كل ده مع بعض تاني عشان البهارات تبقى منسجمة كده مع التتبيلة. طبعا اي حاجة من البهارات اللي انا قلت عليها لو مش موجودة عندك تقدري تستغني عنها خالص. ما عندكيش بهارات خالص تقدري تعمليها فلفل اسمر وملح وبس كده. فهنفرمهم تاني كده، نديهم ضربة كده بسيطة تانية. هنزل بقى التتبيلة بتاعتي دي في طبق بالشكل ده، وهضيف عليها معلقة صغيرة من العسل لو موجودة، معلقة كبيرة من المستردة، وكمان معلقة كبيرة من الخل عشان الخل بيطري أنسجة الفراخ، وكمان معلقة كبيرة من الزيت. وأنا هنا مسيحة معلقتين من الزبدة لو موجودة وهضيفها مع الخلطة. مش موجودة هتضيفي بدل معلقة الزيت معلقتين. تمام. هقلبها كلها مع بعض كده، وبعدين هجيب الفراخ بتاعتي بالشكل ده. هعمل فيها فتحات من اللحم، يعني هشيل الجلد كده من عليها واعمل فتحات من جوه اللحم، وهفك المفاصل من بعضها عشان الجلد بتاعها يطلع بس ايه سليم معايا. تمام. وادي الدبوس انا معايا هنا هعمل وراك بس. انا قاسمه كل ورك على 2 دبوس لوحده وكلوه لوحدها عشان الوراك بتاعتي كبيره. هتبلها كويس قوي وهبيتها في التتبيله لحد تاني يوم. طالما هتعمليها في الاير فراير لازم تبات في التتبيله عشان تضمني تسويتها. تمام. جينا بقى تاني يوم جبت الاير فراير بتاعتي. لازم تسخنيها كويس قوي زي الفرن، عامليها معامله الفرن بتاع البوتاجاز. انا سخنتها كويس لمده دقيقتين، وبعد كده حطيت في الارضيه ورقه فويل بس. تقدري تحطيه وتقدري ما تحطوش، بس انا عشان بحب الحله ما تتحرقش مني يعني. هنا معايا صوابع من البطاطس مقطعات تخينه كده، واديتها نص سلقه على النار عشان تستوي معاكي كويس في الاير فراير. وبعد كده حطيت البطاطس من تحت، وحطيت عليها الشبكه بتاعت الاير فراير، ورصيت هنا الفراخ بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا. وبعدين هدخلها بقى الاير فراير. هشغل الاير فراير بتاعتي. عندي هنا برامج للاكلات هشغلها على برنامج الفراخ. برنامج الفراخ بيكون على درجة حرارة 190، هي بتتظبط تلقائي لوحدها. هعملها على 20 دقيقة. هسيبها على جنب كده ده 20 دقيقة، وبعد كده هطلعها اقلبها على الجنب التاني وهعملها على 20 دقيقة كمان بالشكل ده. دي كده هنا بعد 20 دقيقة كانت دخلت في نص التسوية. طلعتها وهبدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني بالشكل ده، وادخلها برضو الاير فراير واظبطها على 20 دقيقة كمان. وبعد ال20 دقيقة التانية ابدأي شوفي التسوية بتاعتها، لقيتيها مظبوط تمام، لقيتيها محتاجة لسه شوية من التسوية هتدخليها برضو تاني في الاير فراير. طبعا اي زوايد بتكون على جناب الحلة تقدري تمسحيها عشان ما تتحرقش. هنا كانت معايا بالشكل ده. هدخلها 10 دقايق كمان تاخد بقى لون الشوي. بقت معايا بالشكل ده. عايزه اقول لكم الناس اللي بتخاف من تسويه الاير فراير، الاير فراير تسويتها حلوه جدا، بس تبلي الحاجه من بالليل وخليها تبات في التتبيله هتطلع معاكي ممتازه. طبعا ما عندكيش اير فراير هتعملي نفس الخطوات ونفس الطريقه، وهترصيها في صينيه وهتغطيها بالالومنيوم فويل وتدخليها الفرن. ولما تستوي هتشيلي من عليها الالومنيوم فويل وتشغلي لها الشوايه هتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. وعايزه اقول لك التتبيله دي طعمها رائع لو جربتيها بيها. شايفين ده شكل البطاطس طلعت معايا مستوية وزي الزبدة. وده الفراخ برضو هفتحها معاكم دلوقتي ونشوف التسوية بتاعتها عاملة ازاي. رصيتها كده في الطبق وحطيت معاها شوية من الخضرة بالشكل ده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بصوا معايا هنا تسوية الفراخ ما شاء الله ممتازة.
مستويه كلها لحد العظم جوه. بصوا يعني عايزه اقول لكم من كتر ما هي مستويه دايبه، يعني شايفين كده بتتقطع في ايدي بالشكل ده، يعني دايبه خالص. وده كده الورك كمان اهو زي ما انتم شايفين معايا مستويه جدا ودايبه من كتر التسويه. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. جربوا التتبيله دي للفراخ المشويه سواء في الاير فراير او في الفرن او على شوايه الفحم، وان شاء الله تعجبكم جدا. ودي كمان معايا البطاطس اهي مستويه ودايبه، بس زي ما قلت لك اديها نص سلقه على النار على عين البوتاجاز في ميه سخنه، وبعد كده حطيها في الاير فراير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكنت معاكم نور، وباي باي.